السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ معانا حلقة جديدة من بودكاست الهمام. معانا النهارده ضيف مميز جدا، عملاق مادة الفلسفة، أستاذ إبراهيم عزت. أهلا بك. ازيك يا مستر، عامل ايه؟ شرفنا. أنا اتشرفت والله جدا. أنا سعيد جدا جدا باللقاء دوت، ويعني مش عارف أقول لك وأشكرك جدا على الاستضافة الجميلة الكريمة دي. ده والله ده أنا اللي سعيد والله العظيم بقول حضرتك، وإن حضرتك ما شاء الله. يعني أول ما قلت لحضرتك قلنا لك على طول ما شاء الله، حضرتك ما تأخرتش والله، مع إن حضرتك كنت تعبان. واجب علينا وشرف لينا. ربنا يخليك والله، الله يحفظك. ربنا يخليك. بص احنا عاملين شوية أسئلة كده، فقرات. الفقرة الأولى هنسأل أسئلة كده وحضرتك إيه رد عليها، وأقول لك بعد كده بقى الفقرات ماشية إزاي. تمام، أنا معاك حبيبي. طب أول يوم ليك كمدرس كان عامل إزاي؟ كان في ارتباك. طبعا أنا كان بقالي فترة بجهز كويس ومذاكر ومهتم أنت حضرتك كنت عايز تبقى مدرس أصلا؟ خليني أقول لك إن أنا دخلت آداب فلسفة جامعة عين شمس. عين شمس آخر ثانوية عامة في القرن الماضي 99. دفعة محمد هنيدي لما كان في الجامعة الأمريكية، والله العظيم نفس الدفعة. أيوة. كان اسمه إيه ساعتها؟ خلف. لا كان اسمه خلف الدهشوري. خلف الدهشوري. كان الفيلم دوت في 99. وانا داخل الكلية، يعني انا دفعة مين؟ محمد هنيدي. ايوه دفعة خلف. أيوة. الدهشوري خلف. انا نفس الدفعة. كنت داخل الكلية ساعتها. كان في فيلم اسمه همام في امستردام. همام طبعا. هل ده بعديه ولا قبليه؟ انا عايز اقول همام في امستردام. يا موتوسيكلاتك يا هولندا. عايز اقول لحضرتك الفيلم ده يعتبر في فترة كده عقدني فيها عشان الاسم. لا بالعكس، ده حاجة مميزة. ما هو دلوقتي بقى حاجة وانا صغير، انا طفل صغير وكنت ساعتها مثلا كل الناس تقول لك يا همام في امستردام، نفس الإفيه والله سمعته. يا موتوسيكلاتك يا هولندا 2-3 مليون مرة والله العظيم. نفس الإفيه، ادخل في اي مكان اسمك همام في امستردام. والله بس حاجة لطيفة. الاول وانا هقول لحضرتك، لان انا كمان اسمي مش منتشر هنا خالص. انا اسمي على اسم عائلتنا في الاقصر يعني، ولكن مش منتشر جديد. تحياتنا لكل اهل الاقصر وكل اهل اسوان. الناس الطيبه جدا جدا. والله طبعا، يعني ناس جميله والله العظيم. الله يحفظك. ربنا يكرمك يا رب، ده من ذوق حضرتك والله. الله يحفظك. فعايز اقول لحضرتك الاسم هنا مش معروف. انا عايز اقول في الاقصر احنا في العيله 5-6 همام. تمام. هنا مفيش. فانا كنت في معاناه. الإفيه ده اتقال لي يجي 60-70 مرة، ويقعدوا يهزروا ويضحكوا والاسم. فانت بقيت ايه؟ كنت متضايق في الاول. كنت متضايق جدا. دلوقتي عايز اقول لحضرتك لا خلاص، عارف انت، انا بقيت اقول افيهات. يقول لي همام في امستردام، لا اقول له همام في شبرا الخيمه. اقول له همام في القاهره. لا يا باشا من اي مكان تشرف اي مكان. تسلم، ربنا يخليك. كمل لي بقى. يعني انت دلوقتي طبعا اول حصه انا طبعا داخل اداب فلسفه جامعه عين شمس. مصير التدريس. طبعا بفكر في التدريس، بس كان تفكيري ما بين حاجتين. الأولى إني أكون مدرس ثانوي. شوف أنا تركيزي على إيه. كان في فرص تانية أصلا إن أنا أدخل أقسام تانية زي لغة عربية، بس مثلا هي موجودة في ابتدائي وإعدادي وثانوي. أنت عايز حاجة تخصص تاريخ موجودة في ابتدائي وإعدادي وثانوي. أنا عارف أنا عايز إيه. عايز أشتغل في الثانوي. ده كان يعني هدف. الهدف التاني الموازي لي إن أنا أطلع كاتب صحفي، مش صحفي والله، يعني لا كاتب صحفي. اللي هو دايما كنت باجي اقول مثال على الكلام ده، بقول انيس منصور. انيس منصور على فكره طبعا قسم فلسفه جامعه عين شمس، اداب قسم فلسفه جامعه عين شمس. فانيس منصور ما كانش صحفي بمعنى محرر وبينزل الشارع، لا هو كاتب صحفي. انا الموضوع ده كان عاجبني جدا، وكان هدف موازي. اكيد في ناس اثرت يعني. طبعا انيس منصور في موضوع الكتابه طبعا. طب في موضوع المدرس الثانوي اكيد في حد اثر كان يخليك عايز تطلع مدرس ثانوي بالذات. اساتذتنا بقى في مرحله الاعدادي وفي مرحله الثانوي كانوا سايبين اثر طيب يعني، ان شاء الله. اذكر بخير طبعا استاذ جمال عزام، مدرس الفلسفه وعلم النفس الجميل العظيم جمال عزام. كان من الناس اللي ليهم تاثير وفضل يعني، ما شاء الله. طيب ايه رأيك في التكنولوجيا الحديثة دلوقتي؟ هل ساعدت التعليم ولا ضرته؟ بص، التكنولوجيا بتساعد في اي مجال بما فيهم ايه؟ التدريس. تمام. المشكلة في الاستخدام. صح. دايما المشكلة في الاستخدام مش في التكنولوجيا نفسها. صح. زي الطفل بتديله الموبايل، يا اما بيقعد يجيب ريلزات وفيديوهات تافهه يا اما ويعيش في التفاهه في الحاجات، ويضيع وقت ليه. يا اما بيستفيد منه بقى في سماع فيديوهات للتعلم اللغه، في تكوين مهارات معينه، في حاجات. صح.
فدايما التكنولوجيا مش هي الازمه دايما في الاستخدام. كان الشيخ الشعراوي اللي سالوه قبل كده عن التلفزيون حلال ولا حرام، فانت عارف قال لهم في زرار جيب الحلال او جيب الحرام، ما تقفل التلفزيون. حلاله حلال وحرامه حرام. صح. طيب ايه رايك نختصر التعليم دلوقتي في كلمه واحده؟ هي معاناه. جهاد، كفاح. صح. التعليم عايز كفاح. وكمان معاناه مش بقت للطالب بس، ده معاناه لولي الامر، معاناه للمدرس، معاناه انا شايف صح. والمنظومه كلها فيها صعوبات. رغبات. منظومه محتاجه فعلا كفاح وجهاد علشان تتحسن وعشان الامور تبقى طيبه. فعلا محتاجه جهاد، كفاح. انا دايما بشوف الطالب محتاج كفاح ده حقيقي عشان يوصل للي بيتمناه، بل احسن من اللي بيتمناه ان شاء الله. وانا دايما بشوف التعليم مش شهاده، التعليم مهاره. تمام. يعني اي مهاره هتعلمها انا هشتغل بيها. صح. طيب. انا ممكن يبقى معايا شهاده وما اشتغلش بيها، اشتغل بموهبه او مهاره تانية عندي. أيوة. صح. مهاره. خلينا نقول ايه، النجار اتعلم ايه بالظبط، معهوش شهاده هو اتعلم النجاره. اتعلم مهاره، ايوه هيشتغل بيها. لا هيجي له دخل ورزق بيها. طيب ايه اكتر حاجه بتفرحك من اولادك وطلابك؟ يوم النتيجة لما الاقي الطالب مبسوط وسعيد وحاسس انه المجهود اللي احنا عملناه طول السنة جيب فايدة. طبعا دي اكثر لحظات الحياة سعادة. صح. حاجة مرضية مشبعة. بتحس ان انت تعبي وشقاية طول السنة. خاصة الواحد عنده احساس بالمسؤولية. خاصة ان انا يعني فترات طويلة كنت شغال 3 ثانوي بس. فالناتج دايما 3 ثانوي، مسؤوليه رهيبه. فالمسؤوليه في 3 احساس مختلف. احساس مختلف عن مراحل النقل، وان كانت مراحل النقل مهمه بس للاسف وليها يعني مسؤولياتها، بس 3 ثانوي ده مستقبل. فانت عارف الطالب بيبقى متعلق في رقبتك، فلما بتيجي لحظات السعاده دي ولحظات الرضا ولحظات الفرحه على الطالب بترضيك. صح. مرضيه. كان هو ربنا سبحان الله بيطبطب علينا ويقول لنا اللي انتوا تعبتوا فيه وعملتوه ده جزء منه طبعا. وكمان ربنا يأجرنا يا رب بيه في الجنه كمان. اللهم امين. في الاخره اللهم امين. نسال الله يعني. يا رب اللهم امين. طب ايه اغرب اشاعه طلعت عليك؟ اغرب اشاعه طلعوا كتير يعني، بس انا والله يعني مش عارف اقول لك ايه. بتبقى احيانا اشاعات تضحك، اللي هو ازاي انت جبتوها ازاي؟ يعني مثلا طلع عليا ان انا مدمن مخدرات. طب ليه يا جماعه مدمن المخدرات ده انا ما بشربش سجاير. بالظبط. انا فاكر انت كنت بتشربش قهوه احيانا يعني. ما بشربش قهوه والله فعلا. ما بشربش قهوه. انا مؤخرا بدات اشرب قهوه يعني. انت اصلا كمان قبل كده وبفضل كمان اشرب قهوه، يعني قهوه فرنساويه او بلبن. بالظبط بلبن عشان ما يبقاش تاثير. لكن بقيت بشرب قهوه بس دي قريب جدا يعني. فتخيل انت مدمن مخدرات، الاقي طلبه جايه الحصص تتفرج على مين اللي بيقولوا عليه مدمن مخدرات. فتلاقي بني ادم مختلف عن اللي بيسمعوا عنه. يا مستر ده بيقولوا عليك كذا. يا الله. فيلاحظوا ان انا مش بشرب سجاير مثلا. ان انا مثلا ممكن اسيب الحصه في وقت معين وعشان هلحق صلاه معينه. ما شاء الله. هتفوتني لو يعني بس كده الاشاعه دي جت ازاي؟ مدمن مخدرات يمكن كانت بتتقال علشان الطلبه يعني يسيبوك ويروح مثلا. مش اللي بيحضر، اللي هو طالب ما يجيش اصلا. ما يجيش اصلا يعني. فيعني حاجه منبوذه، حاجه مش لطيفه. سبحان الله. الفكره ان هم كانوا بييجوا عشان يشوفوا. والله شوفوا مين ده. والله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. سبحان الله. والله دي اشاعه مثلا كانت فضلت 2-3 مستمره من سنه لسنه كده في بدايه كل سنه. اشاعه مثلا ان انا متجوز 4. بس دي قول بجد يا مستر. طيب هقول لك بجد ايه السبب. يعني انا دايما بقول لطلابي ايه، انا مرتبط ب4. انا مرتبط ب4. صدقوا انا بقول لطلابي كده. أيوة انا مرتبط ب4. وضح لنا ال4 عشان هم دلوقتي كده في افكار غلط كده. خد بالك انا بقول لهم انا مرتبط. ايوه مش متجوز. مستر زكي برضه في مرتبط ب4 يعني. فانا منقي الالفاظ تمام يعني. أيوة يا جماعه انا مرتبط ب4. فالطلبه ايه ده يعني مش ما يبانش على مستر ابراهيم الكلام. خاصه انا مثلا يعني لا بس انت ما وضحتليش الا 4. 3 بنات امهم. ما شاء الله ربنا يخليهم لك يا رب. اللهم امين. انا كده مرتبط بايه؟ ب4 صح. ايه هم 3 بنات وامهم. وتقدر تقول انا قلبي بالظبط واخده 4 سيدات. فاهم انت؟ ربنا يبارك لك فيهم. فدي الاشاعات يعني انا بقول لك تضحك. حقيقي. ايوه وقالوا عندي يخت. ما شاء الله. طب يا مستر مش تاخدنا رحله طيب؟ ما احنا انا بحب الصيد جدا. ما شاء الله. انا واصحابي
كل سنه الصيد بنطلع. ولا الصيد نفسه؟ الصيد بحب العوم احنا كنا جدا لسه والدايفنج والكلام ده. لا الصيد جميل، بس ماليش يعني، انا عايز اطلع معاك في حاجه في الصيد. لازم تجربها. حلو، لازم تجربها، لازم نعمل رحله مع بعض بقى. جميل بقى الجو نجمع ده والكلام ده. الحبايب. يا ريت مستر والله. محمد برضه يبقى معانا حبيبي بقى اكيد. ونظبط الدنيا. حبيبي جاي. انا بحب الصيد وبنطلع بقالنا كتير انا وزمايلي وحبايبي واصحابي. تمام. مستر هاني العماوي، مهندس احمد غازي، مستر شريف مستر شريف راشد، مستر محمد النميري، مش عايز انسى حد. يا باشا ما هو معلش، انت الاسامي اللي انت قلتها دي انت كل واحد يطلع بيخت يا باشا. انت وهتلاقي مستر كل سنه جاي بالهليكوبتر مش صيد. حلو. فانا يعني الطلبه عارفه ان انا كل سنه بطلع صيد، فمفكرين اليخت ايه بتاعي. فبتسال في مره بيقول لي كان احمد عزت طبعا من الناس اللي بتطلع معانا دايما يعني حبيبي وابني يعني وصاحبي. غني عن التعريف. بيسالني انا سمعت ان انت عندك ايه، طلع عليك اشاعه ان انت عندك يخت. فقلت له يخت عليك. بالظبط. انت هتقول له ايه؟ طيب بالظبط. انت عارف انا عندي مصنع يخوت مش يخت. انت هترجعونا لايام الفقر تاني. عندي اسطول يخوت. لا بس لذيذه والله، بس دي اشاعات لذيذه يعني. دي باشا دي ظريفه يا باشا. اقول يخت وماله. قول انت. انا عندي لامبورجيني. طيب هندخل في الفقره الثانيه. ماشي. حصل ولا ما حصلش؟ ماشي. هناخد كده ديت. ناخد يلا. حصل ولا ما حصلش؟ حصل ولا ما حصلش. طيب مثلا ماشي، زوغت المدرسه قبل كده وانت طالب؟ حصل. هتعقب حاجه؟ قليل جدا. وفي ثانوي صح؟ في ثانوي في ثانوي بس قليل جدا. هي مره. طب كنت بتزوغ تروح كوره مره؟ انت بتحب الكوره جدا؟ يعني كنا طبعا يعني بحب العب كوره يعني في السن ده. حصل بس مره يا ولاد، مره والله. وما تعملوش مره كده. وكانت كوره. المستر بيقول لك ما تعملوش كده. مره وكانت كوره وما تعملوش كده طبعا. يعني انا عايز اقول لك هم مش بيروحوا المدرسه. ايوه انا لسه اقول لك هم مش محتاجين ان احنا نقول لهم، لان هم مش بيروحوا المدرسه فعلا. يا باشا. طيب اكلت اكله قبل كده ما عجبتكش خالص وقلت عليها جميله جدا؟ لا خالص مفيش. لا انا بعلق على الاكل. تمام. بس بعلق من باب التحسين. مش طحن الخواطر زي ما لا خالص. لا بالعكس. لا كذا كانت عايزه كذا، كانت محتاجه حلو يعني اللي هو بشكل لطيف يعني ما يحرجش. انا احيانا لما بعمل الطريقه دي اللي هو يعني مش عاجبك، فاهم انت؟ لا والله عجباني. يعجبني يا باشا. لا والله عجباني. يعجبني ونص. انا اكلت خلاص. انا زي الفل. انا بس فعلا للي جاي بعد كده يعني المستقبل. انا بصراحه يعني لو احنا بنتكلم على البيت فانا امي اكلها حلو جدا ونفسها حلو ما شاء الله. وزوجتي بقى دوقتني انواع من الاكل انا عمري ما كنت بدوقها. صح. انت عارف. ايوه طبعا يعني هم كمان امهاتنا عندهم اكل تقليدي. الاكل التقليدي بقى بس الاكل التقليدي بتعمله بشكل مختلف عن اي اكل انا باكله. ده حلو. لكن كمان في انواع من الاكل انا عمري ما اكلتها الا مع زوجتي، فانا صح. تمام. صح. يعني انا مثلا اجي اقول بالظبط. يعني انا قلت لوالدتي مثلا اكل صيني ولا سوشي ولا ايه الكلام ده؟ ايه اعوذ بالله. فاهم انت؟ أيوة لا مش في دماغها خالص. مظبوط. انما مع زوجتي لا وتجرب وتعمل وتشوف هتعمل ازاي وتعمل. مظبوط. طيب دخلت. ربنا يحفظهم ويخليك ليهم. اللهم امين يا رب. اللهم امين لنا جميعا يا رب. الله يحفظهم. دخلت امتحان بالبركه قبل كده؟ لا. ولا حتى في الجامعه؟ بالبركه لا، يعني بيبقى مثلا في نسب. تمام. يعني بس برضه بس هقول لك مثلا موقف معايا انا ما شلتش غير ماده واحده في الكليه طول سنين الكليه. ما شاء الله. ماده واحده جدا. لا عشان اولادنا بس يفهموا الكلام ده في الكليه مش سهل، فاهم انت؟ اللي هو عادي في الكليه الكلام ده. يعني ما شلتش غير ماده واحده. كمان حضرتك قلت لي عين شمس ده عين شمس ده يا جماعه العملاق بتاع الكليه الجامعات. اقوى جامعه مع احترامي طبعا لبتوع القاهره وبتوع الحلوان وكلهم، بس كلهم تمام. بس يا جماعه عين شمس كانت مش عايز الناس تصدم. كانت فلسفه الاخلاق في اولى كليه. دكتور يسري ابراهيم. تحياتي ليه طبعا كل اساتذتي في الكليه. كان دكتور يسري ابراهيم. كانت فلسفه الاخلاق في اولى كليه. فلسفه الاخلاق والله كنت مذاكر. طبعا حاجه ما تنساش. ما انساهاش. هي التجربه السلبيه الوحيده في الكليه. كنت مذاكرها والله. امال كنت مذاكرها. كان عندنا كتابين. كتاب بيتكلم عن فلسفه الاخلاق عند رويس. تمام. و لا فلسفه رويس كان السنه الثانيه لما اخدته
تمام. في السنه اللي السنه اللي بعدها كانت فلسفه الاخلاق عند نيتشه. تمام. وكتاب تاني بيتكلم عن فلسفه الواجب وفلسفه الاخلاق عند كانت. تمام. انا مذاكر الكتاب الاول، خلصوا فعلا والله بدون مبالغه. مخلص الواجب العقلي عند كانت. تمام. يعني مش سايب في حاجه. الكتاب التاني مخلصه كله على فصل. طب ما حلو قوي. دكتور يسر ابراهيم قال لنا انا هجيب لكم 3 اسئله تختاروا منهم ايه؟ سؤالين مثلا. سؤالين. تعرف النظام المقالي. هجيب لكم 3 اسئله تختاروا منهم سؤالين. فانت قلت حتى لو جه منه سؤال فانا في الامان. سؤالين. فانا في الامان. تمام اهو. ما تقولش بقى عمل ايه بقى. جاب سؤالين في الفصل اللي انا سبته. والله والله كنت بذاكر كويس. فصل واحد يعني انت مخلص كتابين ما عدا فصل. جاب سؤالين. جاب منهم سؤالين. يا الله. الانسان الاعلى العود الابدي حاجه زي كده. انا فاكر طبعا الانسان الاعلى العود الابدي. فاكر حتى طبيعه الاسئله. والكتاب الثاني انا كتبت خلصت فيه الورقه. السؤال الاولاني بس مش كفايه. شلت الماده طبعا. هو يعني دي ذكرى بس انت لسه فاكرها بكل احداثها. والذكرى دي طبعا ليها علاقه طبعا بصديق عمري يعني استاذ احمد سامي. هو مدرس فلسفه ان شاء الله. تمام. من اصدقائي العلاقه مستمره من ساعه الكليه لحد دلوقتي يعني. ان شاء الله. تحياتي ليه طبعا وسلاماتي ليه وبقول له مبروك الحج. مبروك مبروك يا مستر. الله يحفظك. راحت عليك نومه طيب في امتحان؟ انت كده راحت عليك نومه؟ لا مفيش. لا تمام. لا حصل. طب نتكلم شويه بقى في الافلام والحاجات دي. حضرتك ليك في الافلام والكلام ده شويه بسيطه. طب في فيلم خلاك تتاثر قوي تبكي حاجه كده؟ مسلسل مش فيلم. طب ايه كان حاجه قريبه؟ ايه بقى؟ جزيره غمام. طب انهي حته؟ بس انا شفته بس المسلسل كله والله. هو المسلسل يأثر واحمد امين كان طالع فيه. طبعا الفكره والفكره صح. بتاع فلسفه. الفكره العميقه والشيطان طالع ازاي وهو طالع صح. بص الفلسفه يعني افكار. فلسفه يعني وجهات نظر. هو كان بيعرض 3 وجهات او 4 وجهات نظر متناقضه مختلفه عن بعضها. تمام. الفكره صح. الافكار اللي اتعرضت في الايه وجديد. مش الدراما بمعنى الفيلم او المسلسل. لا الفكره اللي جواها. انا فهمت. الفكره اللي جواها. لا اللي بعمل فيها مش عارف ايه والاتجاه الشيخ واتجاه الراجل اللي بتاع ربنا. خطفني. صح. مسلسل بس انت تأثرت قوي ما شاء الله. هو كان جامد صراحه. رفضت تاخد اجر قبل كده من طالب او ولي امر وهو كان مصر؟ يعني هو مصر جدا ولا مصر وانت رفضت تاخد؟ طب ما يعني ينفعش تعفيني من السؤال. والله هبقى مكسوف جدا وانا بقول الكلام ده. لا يعني حصل ما حصلش مش لازم. حصل من غير تعليق. تمام خلاص ماشي. طب نسيت ميعاد مجموعه قبل كده؟ كنت مدي ميعاد ونسيته؟ لا قليل بتهيألي يعني. بس ممكن يحصل صح؟ يعني تنظيم الشغل بيخلي ده ما يحصلش. يعني خلينا نقول ما حصلش. بس في فتره البدايه بقول مثلا بيبقى فيه مواعيد وحاجات والكلام دوت يعني ممكن هقول لك مثلا مش متذكر موقف. يعني مش في دماغي موقف بصراحه. يعني ادي وانسى. هي الدنيا بتبقى لحد كبير متنظمه يعني. ما شاء الله. طب كويس جدا. الله يحفظك. طيب تعال ندخل بقى على الفقره الثالثه. فقره ايه رايك؟ شويه اسئله كده. خلاص كده. تعال كده نقول مثلا ايه رايك في المدرسين. نبدا بالترند. طبعا احنا مش هنتكلم على زملاء وحاجه وطبعا كل الناس فوق راسنا وكل واحد ليه فكرته وليه رايه. بس في بعض الناس مع وضد المدرس الترند اللي بيعمل ترند وبيعمل فكره وبيعمل حاجه. ممكن الناس تقول لك البودكاست ده ترند. في ناس فاحنا مش عايزين نقول يعني انت ايه رايك عادي؟ مستر همام في ناس متميزه صح. في ناس ادائها راقي جدا. صح جدا صح. بشوف ناس ادائها راقي فعلا. وفي ناس برضو زي اي مهنه وزي اي عمل فيها كويس وفيها ممثل بيقدم وبيعمل اداء راقي وفي اداء مبتذل. صح. لكن فيهم ناس ادائهم راقي جدا. تحياتنا ليهم كلهم. اي حد اداؤه راقي صح. تحياتي ليه وشكري كمان العميق ليه لانه بيخدم طلبه حتى لو عمل ترند مش قادرين يوصلوا لمدرس الكواليتي بتاعه عالي. يعني احنا عندنا القرى والارياف وبعض المدن مش عارفين صح. مش عارفين يوصلوا لمدرس صح. الكواليتي بتاع المدرس وادائه واهتمامه بالماده العلميه عالي. هو بيقدم لهم خدمه هو مش لاقيها. ده حقيقي. فتمام. ده كويس جدا. صح. وفي ناس فعلا انا بشكرهم في اللغه العربيه وفي الكيمياء وفي الاحياء. صح. وفي اللغه الانجليزيه وفي تخصصات كتير. والله ادائهم راقي. انا بيعجبني. وعايز اقول لحضرتك لو مش كويس الطالب مش هيتاثر. مش هيجي. بس للاسف برضو في ناس بيسيئوا للتدريس. طب ده بتصرفات فيها ابتذال برضو يا عم.
صح. مش قوي خلاص مش هقدر اعلق عليهم بصراحه. طيب خلينا بقى، الحته دي دخلتني في السؤال، هو ما كانش مكتوب هنا في الحته دي بس براحتك. ايه رايك في اللي بيقولوا ان التدريس مهنه من لا مهنه له؟ اي مهنه ممكن تقال عليها كده. يعني الطب مش هيعرف، انا مش هبقى دكتور، فاهم انت؟ الهندسه مش تمام. بس طب وايه رايك في الصيدلي؟ التدريس. طب ايه رايك في الصيدلي؟ صح. لا ده في ناس بيبقى والله مش يعني مش في كتير من المهن يتقال عليها كده. وانت لو عشت فتره بتتعلم طب وانت معكش الشهاده هتعرف هتبقى طبيب. صح. لا لو مظلوم يعني في الحته دي، بس مظلوم في الحته دي يعني. في مدرسين هقول لك عارف انت كلمه مدرس احيانا مش احسن. اولا التدريس في نسبه كبيره منه مش تعليم، موهبه. صح والله فعلا. تمام حضرتك 100% فعلا. فالموهبه دي انت عندك قدره انك تجتهد في ماده علميه او ماده دراسيه تذاكرها وتهتم بيها وتجمع عنها معلومات، ثم انت عندك الموهبه اوصلها. صح. وقدره على الاجتهاد وفرص العمل فيها كبيره. يعني حضرتك والله فعلا قلت لي فعلا حد يتعب على نفسه عشان يبقى معاه ماده علميه او طبعا الكليه او الدراسات بتاعته، بس موهبه وموهبه فعلا. ودي انا شايفها نسبه كبيره. بل وفي حاجه كمان حضرتك، التزام. طبعا. وما يبقاش داخلها مهنه اللي هي فاهم انت فلوس وخلاص. لا ده انت هتاخد حقك، هتاخد بس قرب يعني. كمل معاك. لا انا معاك، انا اتفضل. انا بشوف المدرس 3 حاجات. تمام. 1 ماده علميه. تمام. لان الطالب جاي ليه؟ ياخد ماده علميه. صح. ياخد رقم 1. صح. ماده علميه وفهم وحفظ وحل ومعلومه بستايل حلو واسلوب حلو والله دم جميل جدا. انا بتعلم من حضرتك. صح والله. ماده علميه من بعض ما عندكم يا حبيبي. الله يحفظك يا رب. تسلم. ماده علميه. 2 شخصيه. شخص بنقل لك اخلاقيات زي ما بنقل لك الماده العلميه. صح. بتتضمن بقى الشخصيه دي الموهبه والسلوكيات الاخلاقيه اسمه معلم. بيقلدونا. معلم. في حاجات معينه بيقلدونا فيها والله. قدوه. مدرس قدوه. معلم. شخصيه. تمام. 3 التزام. دي ال3 معايير اللي اي طالب في مصر صح يختار بيهم مدرس، خاصه في مرحله الثانوي. صح. لان الطالب اللي بيختار مش ولي امر. مش ولي الامر. ده حقيقي. فانا بشوف ال3. مش هقول لك بقى ايه اختار المدرس الفلاني، اقول لك ال3 معايير دول اختار بيهم اي طبعا. احنا ال3 معايير دول كمان بعد اللي ماسكهم الموهبه ان هو يوصل المعلومه. يعني طبعاً. احنا بنتكلم انه لازم يا فرحتي ان انا عندي ال3 معايير دول وما عندوش القدره ان هو يوصل. عنده الماده العلميه بس مش موهوب. صح. في ناس كده ربنا بيحط فيها كاريزما وموهبه تقدر توصل لك الحق. انا والله فاكر في الكليه عندنا، في كليه علوم وعين شمس، عباقره والله، ناس علماء كبار طبعا ما بنفهمش حاجه منهم. والله ما بنفهم حاجه. ده حقيقي. طبعا في كليات زي ما بقول لك مع انه عالم اقسم بالله، بنشوفه في افلام وبنشوف حاجات وبنشوفه مع كان فتره مع زويل ومع ناس كده وما تفهمش حاجه. مش مدرس. مش عارف يوصل المعلومه. مش مدرس. هو عالم. مش قادر. هو عالم. صح. مش معلم. والله. وحد تاني طبعا دكتور وماده علميه بس بيوصل. والله قال لنا ايه، هاتوا صلصال، وانا فاكر والله لغايه دلوقتي، وعود كبريت، علبه كبريت، وقعد يعلمنا الاتومز تتعمل ازاي ودي تيجي ازاي. اقسم بالله انا لسه لغايه دلوقتي فاكرها ولسه فاكر حاجات كده. يعني ايه ده؟ كان الله يرحمه، كان اسمه دكتور سيد عطيه، الله يرحمه. ربنا يتغمده برحمته. حاجه كده فعلا والله. في ناس ما بتنساهاش من الذاكره. انا كنت لسه بكلمك عن دكتور يسري ابراهيم. انت مؤثر معايا جدا. يا ما انا فاكر طبعا اداء. وانا اقول لك حتى من اسلوبه اللي كان بيعرض بيه الماده العلميه فرق. يعني لا ما اثر فيا انا حتى في، يعني انت عارف زي ما احنا دلوقتي مدرسين والطلبه بتقلد بعض سلوكياتنا. عايز اقول لك انا لحد دلوقتي بقلد بعض حركاته وسلوكياته وطريقه كلام. ده مش هو بس، هو وغيره. الانسان حصيله لمجموعه خبرات. صح. فانا واخد من دكتور يسري ابراهيم، وواخد من استاذنا جمال عزام، وواخد من دكتور جمال المرزوقي الله يرحمه، من دكتور سامي نصر الله يرحمه. الانسان هو حصيله لمجموعه خبرات من ناس تانية. صح. انت كوكتيل في الاخر. اللي انت عديت عليه هو اللي عمله شخصيتك. نتاج كوكتيل. طب ايه رايك في انتشار ظاهره اللي هي بقى كتير، الفود بلوجر؟ فود بلوجر تفتح كده بقت كل الناس تشتغل فود بلوجر. باشا انا فود بلوجر. صح. بس ما بطلعش اعمل فيديو بالفود بس. طب انا باكل واستمتع بس. صح. انما في ناس بياخدوا. لا يا باشا ياخد، كل واحد حر. صح. العيب مش عليهم. صح. انا بقول كده والله. حضرتك وصلت النقطه اللي انا باشا العيب مش عليهم. العيب اللي مهتم بالمحتوى ده. صح.
على اللي بيتفرج عليهم، فزود لهم مشاهدات فهم كسبانين. انا فود بلوجر حلو. انا بقعد في مطعم بستمتع بالاكل واحكم عليه مش لازم انقل دوت عشان اخد فيوز معينه ولا مشاهدات، لا وعشان اخد فلوس كمان من صاحب المطعم ده بصراحه يعني حاجه يعني ما تلقش يعني. صح. طيب ندخل على الفقره الرابعه، دي اسئله سريعه بقى، اسئله سريعه بدون تفكير. يلا انا معاك. طيب ماشي، بس انا بحب افكر على طول. لا اللي بيجي على طول انا بحب افكر. ماشي انت اكيد فلسفه، ما انت لسه تحب تفكر. سمك ولا لحمه؟ بص هيفكر. مش عارف، اصل الاثنين حلوين قوي. سمك. لا بس سمك صح. تعرف ان انا ما كنتش بحب سمك مثلا لغايه الكليه. لما تجرب السمك البحري هتغير رايك. قهوه ولا شاي؟ قهوه. مع ان انت مالك. طب يعني قهوه لما استطعمت القهوه فضلتها عن الشاي. بس انت كنت ممكن قبل كده شويه شاي عادي. مش عارف ليه ما كنتش بحاول اجرب ان انا يعني ما كانش بيستهويني ان انا يمكن تجربه سلبيه وانا صغير. فمنعتني عن القهوه فتره. تمام. نهار ولا ليل؟ نهار. النهار. الشغل ولا البيت؟ لا عمر السؤال ما يبقى كده في النقطه دي. صح. لا ابدا. كل حاجه ليها. في ناس تقول لي شغل بس، لا في ناس تقول لي لا مفيش كده، وفي ناس تقول يعني انت مثلا لو هتقسم طبعا انا عارف ان احنا في الشغل ايام الدراسه احنا ممكن يكون الشغل غير، بس انت لو عندك امكانيه تحديد يومك يمشي ازاي من اول السنه لاخر السنه، تقسم قد ايه شغل وقد ايه بيت؟ لا يعني البيت ما يقلش عن 25% من اليوم. ما تنساش ان فيهم نوم. بعيد عن النوم. لا بعيد عن النوم بشوف من ما يقلش عن 25%. صح تمام. ده مهم قوي. المهنه بتاعتنا بتاخد وقت كبير، بس انا يعني بفضل الله يعني انت عرفت تهندل الحته دي. انا لسه لغايه دلوقتي مش عارف اهندل. السنوات الاخيره مهندلها بشكل كبير ما شاء الله بفضل الله. يعني انا عايز اتعلم منك بقى موضوع الهندله، لان انا فعلا اعمل يوم اجازه وحافظ عليه مهما كانت الظروف. والله لو هجيب لي اعمل يوم اجازه ويوم في نص الاسبوع كده هتزعل الناس ثاني لو انا عملت الموضوع دوت. اعمل يوم اجازه ايا كان الظروف. دي واحد في نص الاسبوع بخلص الساعه 6. ما شاء الله. حلو. يوم في نص الاسبوع صح. ده بقى ايه؟ ده خروجه للاولاد. جميل. طب اخر الاسبوع يا باشا انت زي ما تيجي الظروف بقى، اجتماعي. انت كده هتعمل لي مشاكل. الوالده والوالد، الزيارات الاجتماعيه، راحه في البيت سلبيه، ممكن زي ما تحب مع زمايلك زي ما تحب. اليوم الاجازه ده جنة. لكن في نص الاسبوع في مساء الاولاد ليهم صح حاجه خاصه. يوم حاجه خاصه. طيب شرم ولا الغردقه؟ الغردقه. انا كنت زي الغردقه لحد ما جربت من كام سنه مرسى علم. جميله. ما غردقه برضو بالظبط. بس الميه مختلفه خالص عن كل ما تنزل لتحت. كل ما تبقى كل ما تنزل لتحت. روح بقى كمان بعد مرسى علم. انا نفسي اطلع دهب. ما طلعتش دهب. نفسي اروح عماطه مثلا. بس دي صيد بقى. انت يا باشا عشان احنا نبدا معاك واحده كده في موضوع الصيد ده. ماشي. طب فيزياء ولا كيمياء؟ كيمياء. كيمياء. ماشي. سؤال برضه خفيف. فيس ولا انستجرام؟ فيس. طيب اخر سؤال بقى عندنا، طالب يبقى محترم ومؤدب بس مش هنقول ذكي، بس مجتهد متوسط وبيحاول، ولا طالب عبقري وذكي جدا وشاطر جدا ولكن اخلاقيا مش خلينا نقول بلاش اخلاقيا، بلاش نقول اخلاقيا، شقي جدا. افضل ده والله، بس ما يكونش قليل الادب. شقي مش قليل الادب. حلو شقي. انا فهمتك. ايوه اصل انا بحب كده. انا بحب الاثنين، بس فعلا لو دخلنا في حته ان هو قليل الادب لا قليل الادب لا. شقي انما شقي بيبقوا حلوين قوي. بيبقوا حلو. والله ده حقيقي وبنكون منهم اصدقاء. ده حقيقي والله. العلاقه بتستمر كمان. ده حقيقي. انا مستر بصراحه انا فرحان جدا أنا فرحان وسعيد اني كنت جدا معاك والله العظيم. بشكرك على الاستضافه الكريمه كده تبع. والله لا ده انا اللي فرحان والله. ده شرف لي. ودخلتنا كده في علم الفلسفه والله. انا فرحان جدا واتشرفت بوجود حضرتك معانا النهارده، ورب تبقى حلقه جميله لاولادنا يا رب. اتمنى. طبعا انا عايز اشكر مستر همام على الاستضافه الكريمه دي يا جماعه. والله العظيم كانت حلقه في منتهى الجمال ومنتهى الظروف ومنتهى الشياكة من إنسان محترم وطيب، وأنا بعزه. فتحياتي لمستر همام وتحياتي لكل طلبة مستر همام الجدد. ربنا يكرمك والله. أنا شاكر ومستني الصيد بقى، مستني رحلة الصيد بإذن الله. أكيد. ربنا يكرمك. شكرا. تحياتي لكم. السلام عليكم.